كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي ما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء. تسديدة، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، هجمة مرتدة سريعة كادت أن تسفر عن هدف وتوضح مدى خطورتهم. جيمس ميلنر يلعب كرة بينية، لديه مساحة هنا، الحكم يشير إلى وجود خطأ ضرب. محمد قدوس يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. الحكم يطلق على ما يبدو أن المخالفة وقعت خارج المنطقة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. الكرة الآن على المرمى، مع طبيعة أداء الفريقين على أرضية الملعب يلعب الكرة مباشرة، يرفعها عالية على الطاير، ممتازة، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، هذه ضربة رأسية ويتمكن من افتكاك الكرة. ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. مباراة تألق الدفاع على الهجوم في هذه الليلة تنتهي بهذه الوضعية. أداء رائع من كلا الفريقين.